تبدع السيدة أم إحسان من مدينة حسيبحبح بولاية الجلفة، حيث تقوم بجلب مواد طبيعية ودمجها مع الخيش، بالإضافة إلى إدخال عدة مواهب تمتلكها كالخياطة، الرسم، الطرز والتصميم. كل هذه الفنون تجتمع في المادة الأولية من الخيش ولمستها في الإبداع. معكم أم إحسان، هاوية ومبدعة في مجال إعادة التدوير والرسكلة كمادة أولية بالخيش. نستخدمه الخيش. المحل في البيت، عندي الورشة الصغيرة تاعي المصغرة في البيت بإمكانياتي البسيطة، الإمكانيات الموجودة في كل منزل. المادة الأساسية واللي نعتمدها هي الخيش. اللي هو في الحقيقة مادة شعبية وكلنا كبرنا على الخيش. أنا حاولت نبدع فيه ونغير منه، من صفته التقليدية اللي دائما يكون خيشة شوال أو كيس لاستعمال المؤونة ولا الذخيرة في المنزل. خرجته كما راكم تشوفوا. كما هنا الرسم، هذا رسم بالخيط، رسومات بالخيط، يعني حاجة اللي تتطلب دقة وتطلب مهارة وتطلب تركيز. الأغلبية ما يعطوش أهمية، ما يعطوش قيمة، بصح كي يشوفوا النتيجة ينبهروا. موهبتها وعملها يتطلب الدقة والتركيز، كما أنه بالمقابل يتطلب احتواء حقيقي ودعم معنوي ولوجستي من قبل المسؤولين. ندائي المهم يعني أنه ما لازمش تكون فرض بطاقة حرفي على المواهب ولا على الإبداع، لأنه لا يخفى عليكم أن بطاقة الحرفي راهي تنحي لك امتيازات بزاف في مجالات أخرى. بغض النظر عن هذا الشيء، انت انسان حرفي. مشكلتنا كاع في الوطن ولا ما عندناش حنا شهريه، حنا ما عندناش مدخول اللي تقدر تخدم به. درك انا كل حاجه نشريها بمالي الخاص، نخدمها من عندي. باش تسوقها مشكل التسويق هذا راه مشكل كبير. ما تقدرش تسوق المنتوج تاعك اولا. ثانيا تستنى العام باش تخلص في المصاريف تاع بطاقه الحرفي وانت ما عندكش مدخول. يعني ما نفضل ونداء ثاني انهم على الاقل يعطونا تصريح او يعطونا رخص ان نقدروا نشاركوا فيها بدون فرض بطاقه الحرفي. كل هذه الديكورات واللمسه الفنيه المتميزه من مالها الخاص وفي بيتهم المتواضع رفقه زوجها الذي يساندها بمختلف المحطات. مخدوم من مواد مفقوده. يبقى التجميل اختياري.